سلام، كيفكن؟ الفيديو اليوم ستيك دجاج مع صوص كتير طيب، رز مسلوق وشوية خضرة مقلية بالزبدة. ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو وعملوا لي متابعة وشير لضلني مستمرة معكم ونزل وصفات كتيرة. أول شي بنسلق الرز، حطيت ملعقة كبيرة من الملح، مي مغلية وملعقة كبيرة من الملح، مطيبات مشكلة وزيت نباتي. واستعملت رز مصري أو بتستعملوا رز أبيض حبة صغيرة مش بسمتي، فيكن تستعملوا البسمتي، فيكن بيطلع كتير طيب كمان. غسلت الرز وحطيت كوبايتين وبتركه يستوي، تقريبا أخذ معي 8 ل 10 دقايق مش أكتر حسب نوعية الرز عندكم. برجع بصفي الرز تماما من المي، بصفيه ما بغسله بس بنصفيه وبحطه بالطنجرة وبغطيه وهيك صار عندي جاهز. استعملت هيدا الرز وتركوه يخبص شوي اطيب. هلا ستيك الدجاج شو استعملنا للستيك؟ حطيت اكليل الجبل و شو اسمه يا رحمه، زعتر تيم، زعتر فارسي بالعربي بيقولوا له، بفرمهم فرم ناعم وما تستغنوا عنهم لتتبيله الدجاج. كتير طيبة، كتير كتير بتعطي نكهة مش طبيعية. جربوها بالتفصيل مثل ما عم بعملها لتحصلوا على نتيجة طيبة. بوعاء بندق حسان توم بكفي. كمية الدجاج عندي كيلو مش أكتر، كيلو صدورة. حسان توم دقيتهم، عندي ربع ملعقة صغيرة بهار أسود، ربع ملعقة زنجبيل، نص ملعقة بابريكا حمراء، وملعقة من البهار الدجاج. منضيفهم فوق الثوم، منضيف عليهم ملعقتين كبار خل، ملعقتين كبار صويا صوص، هيدي التتبيلة. ومنضيف عليهم الروزماري، اكليل الجبل وزيت نباتي، روزماري والتيم وزيت نباتي، وبنحركهم. هيدي خلطة الستيك صارت جاهز. هلا انا حطيت شوية ملح، ما كترت لانه صويا صوص مالح بتعرفوا، فاحلى ما يطلعوا مالحين. قطعت الصدورة، كل صدر بقطعه 2 وبنحط عليهم التتبيله. هيدي النقعه انا صراحه فيكم تنقعوها ساعه وتبلشوا، انا صراحه كنت مستعجله تاخرت بالغدا فدغري نقعتها وانجا نص ساعه وبلشت دغري اقلي. تبلتها بهيدي الطريقه، هيدا شكلها بتشهي. هلا بدنا نقلي الخضره. بطنجره بحميها على النار، بحط قطعه كبيره من الزبده، قطعتين لانه عندي كيس خضره كبير. هيدا كيس الخضره متلج، خضرة جاهزة. فيكن تعملوا خضرة طازة، ما تجيبوا متلج موفر عندكم، شو ما عندكم خضرة موفرة فيكن تقطعوا وتقلوها بس على نار خفيفة وبتحطوا معها شوية مي لتستوي معكم. بما انه انا الخضرة متلجة فدغري بتستوي، ما بتاخد وقت مثل الخضرة اللي مش متلجة. هاي الخضرة حطيتها على النار، بنفس الوقت ببلش بالستيك بدي قلي. بمقلاية الستيك بحط قطعة كبيرة من الزبدة، الرز عنا جاهز، الخضرة عم تتقلى وبنفس الوقت بنعمل الستيك. بنحط قطعة كبيرة من الزبدة والحرارة بتكون وسط، بس بنحمل مقلاية كتير منيحة بتخلوا الحرارة وسط. بنرجع بنبلش نحط قطع الستيك. بالتفصيل عم صوركم، ما يعني حاولت أقصر من الفيديو، قصرت كتير بس بدي خلي تفاصيل لتشوفوا الفيديو بعينكم. بتخلوا الحرارة وسط وبتقلوا. برجع بعد لكم الحرارة بتكون وسط ليه. هون ليكو هيدا البهار اللي استعملته للخضرة. اللي مش موفر عنده مش ضروري، هيدا بهار خضار مشكل. وعندي نص ملعقة بصل بودرة وربع ملعقة صغيرة بهار أسود، وأكيد بتحطوا ملح حسب الرغبة. هيدي البهارات اللي استعملتها للخضرة المشكلة عندي. وبخلي النار قوية على الخضرة وبتركها تستوي وبتنشف ميتها. وبنفس الوقت الستيك عندي عم يستوي، تقريبا أخدوا معي وقت الستيك 4 دقايق على كل ميلة، 4 دقايق على كل ميلة. والحرارة بتضلها وسط، ليه؟ عشان الدجاج عنا يستوي على مهله وما يحترق من برا، ما تحترق البهارات، بتمرمر بتخلوه على مهله. بترجعوا وبنقلبهم على الوجه الثاني، بنتركهم تقريبا مثل ما قلت لكم على كل وجه 4 دقايق على حراره وسط. اذا حسيتوا المقليه نشفت بترجعوا بتحطوا قطعه زبده صغيره. هلا انا ما اعتزت حط، يعني ضلت الزبده عندي منيحه. وهيدا شكلهم بعد ما استووا. بنرجع بنحط باقي الكميه بنفس الزيت، ما برجع بزيت، عفوا بنفس كمية الزبدة، ما برجع بزيت زبدة. إذا حسيتوا المقلية منشفة رجعوا تزيدوا قطعة صغيرة من الزبدة كرمال الدجاج عندكم ما يطلع ناشف. هون برجع بقلبهم بعد ما مرق وقت 4 دقايق على الوجه وبتركهم يستووا تماما. ليكوا شكلهم عن قريب، صورت لكم فيديو، شايفين لونهم كيف؟ الحرارة بتضل وسط عشان تعطينا هيك لون. بتقول حرارة بيحترق الدجاج من برا ومن جوا بضل ني وبيطلع مرمر لأنه فيه بهارات وفيه أعشاب.
هلا الصوص اللي بدي اعمله، شايفين هيدي المقلايه بتركها مثل ما هي، بزد عليها مكعب ماجي بدوبه فيها، ما منزد اشي. اذا كانت ناشفه معكم المقلايه بتحطوا قطعه صغيره من الزبده، انا ما كانتش ناشفه مثل ما شايفين، حطيت مكعب ماجي، بنحط عليها ملعقه كبيره من الطحين، ومنحرك منيح على نار خفيفة. اوعى تقووا النار، بس تقووا النار احترقت مرقة الدجاج الموجودة وبتمرمر. ديروا بالكم، ملعقة طحين، وبنرجع بنزيد مي مغلية بالتدريج، يعني شوي شوي بنزيد المي، مش بنزيدها دفعة واحدة. بنزيد مي وبنحرك، بنزيد مي وبنحرك، بنزيد مي وبنحرك شوي شوي. بالتفصيل عم بحكي لكم كرمال تطلع معكم هيك طيبة. والله يا جماعة حسيت حالي اليوم بالمطعم، عم باكل اكل مطعم مش اكل بيت. تقريبا مي قدها زادت كوب ونص للكوبين مش اكتر، كوب ونص للكوبين. ماشي، هلا ضفنا المي والحراره بتضلها وسط، وبنحرك 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 ليغلي الخليط لحاله بيسمك. بعد ما يغلي بيغلي له 4-5 دقايق مش اكتر. اذا جمد كتير بترجعوا بتزيدوا مي، اذا كتير رخو اتركوه يغلي 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 بيرجع بيجمد. ماشي، هيدا النتيجة النهائية معنا لصوص الدجاج، كتير 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 طيبة. طريقة التقديم مثل ما شايفين هلا الفيديو بيحكي. حبيبات قلبي يا جماعة اللي بشوف الفيديو ما تنسوا تعملوا لي لايك، شير، ريبوست، إعادة نشر للفيديو، وتعليق حلو مثلكم، وكتير شكرا. بس دعم منكم لحتى استمر وضلني هيك نزل الوصفات تعجبكم. وصدقوني عم نزلكم الوصفة بحذافيرها، ما منقصي عنكم شيء ولا مخبي عنكم أسرار الطبخة، هي بالتفصيل. وعلى فكرة زينت الستيك شو اسمه يا رحمة، الزعتر بالتيم، كتير طيب. وما تنسوا تعملوا لي لايك، برجع بعدلكم. وشكرا كتير لكل حدا بيحضر الفيديو. بشوفكم بفيديو